تعاملت مع الموضوع. الحمد لله تم استئصال الجسم الغريب، ودي كانت سكينه في راس الطفل، والحمد لله امور العامه كويسه. ونسمع كده كلمتين من ام الطفل. اتفضلي. الدكتور هشام مسعود والدكتور احمد والدكتور حماده عثمان، ربنا يبارك فيهم يا رب، وفريق التمريض ربنا يعزهم يا رب، والله ما قصروا مع يوسف ابدا، بسم الله ما شاء الله عليهم، والحمد لله يوسف بصحه جيده الحمد لله رب العالمين. يوسف عايز تقول حاجه؟ يوسف؟ ده كويس؟ بشكر الدكتور لنا الدكتور حماده والدكتور الدكتور هشام الدكتور حماده عثمان الدكتور حماده عثمان الدكتور احمد شكرا كلهم. شكرا يا يوسف. اتفضل يا فندم. نشكر الدكتور هشام والدكتور حماده والله على العمليه الكبيره. مستشفى الدكتور احمد الحمد لله يعني يوم بالسلامه الحمد لله. ألف سلامة يا يوسف. دكتور حماده عثمان رئيس الفريق الجراحي الخاص بمخ والاعصاب. الحمد لله على السلامه. بص يا يوسف زي ما قلت لك الاعتماد بتاعتنا هنتكلم عليها ان شاء الله، هنعمل جلسات على الطبيه وزياره على الرجال، واول زياره لنا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي باذن الله. ماشي يا يوسف؟ في شقاوه ثانيه يا يوسف؟ الحمد لله على السلامه. يوسف ان شاء الله كويس، وهيجي لنا بقى متابعه بشكل دوري يمكن الاسبوع الجاي اول زياره، ونطمن حضراتكم ان شاء الله. بشكر فريق العمل في المستشفى على راسهم الفريق الطبي الدكتور حماده عثمان، وفريق التمريض اللي قدم الخدمه الحاله، وفريق العنايه المركزه، وفريق الاطفال. والحمد لله لولا تكاتف الفرق الطبيه اللي موجوده وتعاون الناس اللي موجوده ما كناش وصلنا للنتيجه دي. يمكن برضه ستر ربنا من يوسف ان في جزء من الحظ ان السكينه ما دخلتش المكان خطير، بس الحمد لله. بشكركم وشكرا.